والله ما يقدر يرد الدليل، والله ما يقدر يرد الدليل. الآن من عطيته من علمائنا قال أنا ما أبي شعر. من قال لك هذا شعر؟ إذا ما تعرف ما تميز بين الشعر وبين غير الشعر، لماذا تأتي وتحاور بهذه الطريقة؟ قلنا له في البخاري أن رسول الله قسم خمس خيبر على الزهراء في حياة رسول الله. لماذا الزهراء اغتصب حقها؟ لم يجيب. الآن سأنتقل إلى موضوع آخر بعد أن أنتهي من الخمس. فماسك لي أريد من علمائك. أخي أنا أستفيد من الأدلة في الخارج، مو شرط أن العلماء يقولون. أكو كثير من الأمور طاف على علمائكم وعلمائنا، يعني أكو كثير من الأمور حتى علمائكم لم يعلقوا، مثل رواية أن عائشة كانت تشوف النساء، لا علمائكم علقوا عليه لا بالنفي والإثبات. نقول لا هذا مبتدع. لا أخي الفاظ روايات تقول ومع ذلك أتينا لك من علمائنا، من ابن سليمان الحلي قدس الله سره ورضوان الله عليه، ومن الكنجوري. فأخي وأعطيتك من الكافي وأعطيك ما عندك شيء أنت. أخي الفاضل هذا الدين الذي تتبعه باطل والله العظيم. أنت تدافع عن إنسان ظلم الزهراء، أنت تدافع عن الإنسان ظلم الزهراء، أنت تدافع عن إنسان اغتصب حق الزهراء، أنت تدافع عن إنسان تجرأ على الشريعة، أنت تدافع عن إنسان تجرأ على رسول الله وكذب على رسول الله. جاوبنا، تفضل لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إجابة ثلث ساعة من المناظرة السابقة إلى هذه المناظرة، لا إجابة من القدس عن هل أحد من علماء الشيعة قال هذا، فيقول ويقسم بالله إنه لا أحد من علماء السنة يستطيع الرد. عارفين ليه يا أخواننا الكرام ما حدش رد أصلا على ما يدعي القدس؟ لأن أصلا ما حدش من علماء الشيعة تطرق إلى هذا الأمر، وما حدش من علماء الشيعة قال إن أبي بكر اغتصب حق الزهراء في فيء القرى، وما حدش من علماء الشيعة قال إن كان لا حق غير الإرث، ولكن كان كل علماء الشيعة يتحدثون في أمر واحد، إن فاطمة الزهراء ذهبت إلى أبي بكر تطلب ميراثها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. تمام. أما هذا المال الذي كان يفعل فيه، ما هو المال الذي كان يتحدث عنه؟ لأنه ده بيقتطع أصلا. يعني القدس بيقول لي إيه؟ أنت تتبع دين الخطأ. أنا لا أتبع دين يا أخي الفاضل، عشان أوضح لك حاجة، أنا لا أتبع دين. تمام. رجل هذا الدين يربط ويجر للبيعة. أنا ما بتبعش دين رجل ضعيف، أنا بتبع الدين الذي رجاله أقوياء يستطيعون يأخذوا حقوق المسلمين في أي وقت. تمام. عشان لما تيجي تتكلم معايا تمام يبقى تلتزم بأسلوب الحوار، عشان عندي كلام كتير يوجع، واخد بالك ازاي القدس؟ فياريت ما تقعدش تلف وتدور وخليك في نقطة البحث وتقول لي ده اغتصب وتتبع دين. خليك في نقطة البحث، مالكش دعوة انا اتبع اي دين، عشان لو هاجي افتح معاك هتزعل من كلامي. فرجاء خليك في نقطة البحث عشان ما سمعكش كلام يوجعك. يعني تيجي تقول لي تتبع دين رجاله ظلم ورجاله، انا اقول لك لا، اتبع دين رجل يربط ويجر للبيع مثل الخروف المخلوش. تمام. فياريت تلتزم معايا النقطة دي كويس، عشان احنا بنعرف نتكلم برضه يا القدس، ولكن انا مراعي شعور الناس الموجودة، لكن انت للأسف تعديت كتير. فانت الان تخترع عقيدة تقول علماء السنة قاطبة لم يستطيعوا ان يردوا على فيء القرى. والله علماء السنة ما يستطيعوا ان يردوا على فيء القرى. تمام. وانت الان لا تستطيع الاجابة عن سؤال واحد: من علماء الشيعة قال إن مما كان يوزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله واليتامى والمساكين؟ ما أحد قال هذا. لذلك لا تجد أحد من علماء السنة أصلا رد على هذا الأمر. قلت لك في واحد اسمه في شبكة الكافي الحاج القدس. تمام. حتى كاتب الموضوع ما حدش حتى رد عليه قال له شكرا، أو حتى قال له صباح الخير، أو حتى قال له أنت بتقول إيه، لأنه عارفينه ده مخترع عقيدة جديدة فما حدش حلق. والله الموضوع بتاريخ 12/4 والنهارده احنا داخلين في 7/7 ولا 8/7، ما حد قال له حتى سلام عليكم في موضوع. عارفين ليه يا اخواننا الكرام؟ لان انا بقول الشيعة العقلاء بارك الله فيهم بيفهموا، عرفوا ان اللي كتب الكلام ده في الموقع دماغه فاضيه مش لاقي حاجه يكتبها، فدخل يخترع عقيده جديده اسمها فيء القرى. وعندما يقول لي فيء اغتصبوه وحق كذا، كل دول بيتكلموا عن نقطه واحده، هو الارث، الميراث. تمام. حتى لو لم يكن بيت شعر. هل قال سمعتم احد منهم قال
إن لفاطمة كان حق في الفيء وخمس خيبر والفدك غير حقها في الإيراث، وعندما ذهبت إلى أبي بكر الصديق تسأله هذا قال لها ليس عندنا لك مال ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ثم بعد ذلك يتقول على عمر بن الخطاب ويقول إنه أعطاهم لعمر وأعطاهم للعباس. وقلت له هل عندما أعطى عمر ألم يقول لأبي بكر لعلي والعباس تعملان فيه كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأنا؟ القدس يقتطع من الأحاديث ما يوافق معتقد وما يوافق هواه. وعندما كان يتحدث برواية حتى الهجوم على الضرب قلت له هتأخذ بالرواية كاملة؟ قال لا تلزمني بها، لأن في الرواية إن علي بايع، تمام، ولكن أنا لن أتركه طوال هذه المناظرة. من علماء الشيعة هات لي مصدر برابط، مثل ما أنت قاعد بتوزع في رابط كده في الخاص، نزل لنا رابط كمان يقول من علماء الشيعة ما ادعيته، تمام، ولا أقرأ كذا وكذا وكذا. أما أنك تهرب بقى وتقعد تقول لي أصل لا أنساك وراءك، فهذا أعتبره أنا هروب من الأمر. وقلت لك مناظرتي معك اليوم لن أتركك من سؤالين، هذا أول سؤال واصبر على التالي. تفضل معاك المايك أجبني عن هذا السؤال، والله لن أتركك فيه طول المناظرة. تفضل معاك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعرف أنك لن تتركني وأجيبك وتقول لن تتركني لأن ما عندك شيء تقوله. أولا يا أخوان كذب علي، أتحدى يا أخوة يا سنة ويا شيعة، أتحدى أني استقطعت رواية، خلي يأتي بالتسجيلات. أتحدى، شوفوا يا أخوان يا أعزاء، هذا الرجل أولا كذب على الألباني وكذب على ابن حجر وكذب على المنجد. المنجد يقول قلت صحيح، يقول هذا قرأ من المنجد. إذا هذا يكذب على علمائه ما تبون يكذب علي؟ أتحدى أني أنا قلت لا أقبل الرواية كاملة، يبوا أنا قلت أقبل الرواية كاملة، وأن علي بن أبي طالب في هذه الرواية لم يبايع، وأعطيت البخاري قال لم يبايع، أعطيت رواية ثانية أن نفس أبو بكر قال ما بايعت، يقول أنا أقسمت أني لا أخرج من البيت حتى أكمل القرآن، وهذا في بعد وفاة الزهراء. وأعطيتك الأدلة لم تجاوب، أعطيتك دليل من البخاري وأنا سأقرأ لك الآن لا أنجر وراك، الكل سمع، أعطيتك دليلين. يقول لا، يعني إذا ما تفتهم، يقول إرث غصبوه وفيء اقتطعوه وخمس أكلوه. يا أخي إذا ما تعرف شو أسوي، أكو مغايرة حبيبي الغالي. فإذا ما تفتهم باللغة العربية وتكذب على علمائك، أما تقول علي بن أبي طالب أنه جروه كالخروف، أخي الفاضل العزيز، لا والله، عمر الذي كان كالخروف خلف الجبل، أنا أعتقد عمر كالخروف. هل أنت تعتقد هذا في أمير المؤمنين؟ أنا أعتقد أنه كالخروف ذهب ولبد وراء الجبل عندما أعلن إسلامه. أنت عندك طبعا هذا في كتبك، أنت عندك عمر يقول لا أبالي في الجاهلية أن نكحت أو نكحت. والله العظيم تتعرض حق علي بن أبي طالب أطيح حظك وحظ رجالك، شوف والله أطيح حظك، شوف أنا محترمك. أما أبو بكر اللي يقول لي شيطان يعتريني ورسول الله يقول حق حذيفة هذيلا في صحيح البخاري وغير صحيح البخاري، يقول هذيلا صدق أنهم أجساد أوادم ولكن قلوبهم قلوب شياطين. راجع كتبك في أبو بكر وعمر. عمر يقول والله خفت أن تنزل علي آية. شك في النبوة يعني كفر، في كتبك عمر يعني كفر بالنبوة، شك بالنبوة يعني كفر، قال والله ما شككته. فوالله أطيح حظ رموزك. وعائشة هذه الذي كانت تبغض علي بن أبي طالب في كتبك، وأشد أنواع البغض أنها لا تطيب لعلي بن أبي طالب نفسا، ورسول الله يقول يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. والله أنت عديت عن علي. إذا أنت عاجز أن ترد على أدلتي وتتهجم على علي بن أبي طالب، والله أطيح حظك وحظ كل رموزك. ترى كتبك مكشوفة، كتبك مثل البوابة المفتوحة، كل واحد يدش لها، وكلها مخازي في أئمتك. فإذا أنت عديت على أمير المؤمنين، أطيح حظك وأمسح في رموزك القاع. تأدب. نرجع مرة أخرى يا أخوان يا أعزاء. السيدة الزهراء عليها السلام ماذا تقول؟ طبعا أنا ما أدري هذا أي إمام أنوك اللي أنت تتبعه، شنو هذا الإمام الأنوك؟ أما قولك أن لا أتبع إمام قد جروه، مو عندك نبي الله إبراهيم في البخاري تقولون أن الإمام أن جره الحاكم الظالم وقدم زوجته والعياذ بالله والعياذ بالله في البخاري، وقال هذه حقك، هذه مو زوجتي، هذه أختي.
هل نقول نمرود أفضل من الذين اتبعوا إبراهيم؟ فشنو هذه العقيدة الفاسدة اللي عندك؟ ألم يلاحق رسول الله إلى غار ثور؟ هل نقول والله رسول الله؟ من قال لك أن الشجاعة تغلب الكثرة؟ أخي الحين أقرأ لك روايات فلتعرف من كان بالبيت. والله سووا في بيت الزهراء كما سووا في رسول الله. رسول الله أتوا رؤوس قبائل حتى بعدين يضيع دم رسول الله، والسيدة الزهراء أتوا رؤوس قبائل حتى يضيع دم الزهراء، ونجحوا في هذه. أضاعوا دم الزهراء بس يوم القيامة والله يسحقون أئمتك سحق من أنوفهم، والله بالدرك الأسفل من النار. أقسم بالله أنت تتبع، تدري شنو؟ تتبع إنسان تهجم على البيت النبوي. أنت ما عندك إجابة، تتهجم على إنسان حرق البيت النبوي، هدد بإحراق البيت النبوي. أنت شو تقول؟ تعرف منو تتعدى على منو؟ على سيدة نساء العالمين أئمتك. والله يوم القيامة يسحقونهم من أنوفهم في نار جهنم. شنو تقول أنت؟ نرجع إلى الموضوع. يقول أين يا أخوان؟ هذا لا يعي. أنتي أقول له يقول لي والله شعر، والله ما عنده. لا أترك، أعرف أنك ما راح تترك. إيش عندك غير هذا السؤال وأنا أجيبك؟ وأعطيتك من أول يوم في البخاري. اسمع ماذا يقول. يقول قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر، اللي راح يوم القيامة يورونك شو يسوون فيك أنت وأبو بكر اللي ظلموا السيدة الزهراء. بعد كل هذه أدلة أنت مفروض من أول تقول أنا يا أترك الإسلام إذا هذه أئمتي، يا أما ألجأ إلى إسلام محمدي أصيل وهو إسلام الثقلين. أنت ليه متمسك في هذا أبو بكر؟ عمي شوف الأدلة اللي قاعد أعطيك إياها، فوق حق نفسك. قاعد أعطيك أدلة من البخاري ومسلم وتكذب على الناس. القدس يكذب والقدس يكذب. عطني كذبة. أنت قاعد تكذب على علمائك حتى تدافع عن الباطل. شنو هذا الدين الهش؟ شنو هذا الدين الساقط اللي عندك؟ شنو هذا الدين المنحرف عندك؟ شنو هذا الدين اللي ما يسوى بيستين عندك، اللي مو قادر تدافع عن عمر إلا بالكذب على علمائك؟ بالله عليك أنت لو كان عندك دليل ليش تلجأ إلى الكذب على علمائك؟ لو كان عندك دليل ليش تلجأ إلى اللف والدوران؟ ويا أخوان القدس بيكذب، والله ده كذاب. عطني وين كذب؟ أنا لما أقول لك كذبت أدينك من لسانك. أقول كذبت على الألباني، وكذبت على المنجد، وكذبت على ابن حجر، وكذبت علي أنا. قلت أن القدس قال ما أكبر رواية، قلت لا 4. وبعدين يبدك رواية أن المبين يبين المجمل، والبخاري بين أين أبو بكر قال بعد 6 أشهر. وفي رواية أخرى أنه ما طلع من بيته. أبو بكر قال بعد إذا أبو بكر ما يعرف أن علي بن أبي طالب بايعه. يا أخوان عندهم أبو بكر ما يدري أن علي بن أبي طالب بايعه، وسفير الإسلام بعد 1400 سنة يا يقول أبو بكر ما يعرف، وعائشة تعرف، وهو ما يعرفون، هو يعرف أن أبو بكر بايع. ومن وين؟ يقول قد. شنو هذا الدين اللي تبني على المظنة والأدلة القطعية؟ قاعد أعطيك إياها. ما قدرت تجاوب أن علي بن أبي طالب أرجع فدك، ما تقدر والله. أما في القرى والله ورب الكعبة يجيب الدمشقية، يجيب العرعور، يجيب آل الشيخ روحه، يجيب أبو بكر، مو عرعور، ما عرعور، يجيب أبو بكر والله ما يقدر يرد. أبو بكر ما رد على الزهرة، عمر ما رد، عثمان نكس راسه. أنت يدافع؟ عثمان ما قدر يدافع، أنت يدافع بعد 1400 سنة. عمي جاوب بداله أن تتهجم على أمير المؤمنين. أنا آخر مرة أقول لك ورب الكعبة أني أسحق رموزك سحاق وأخليك بيسن وطيح حظك ليوم القيامة تتأدب مع أمير المؤمنين. أنا عندي أمير المؤمنين خط أحمر، عندي أمير المؤمنين خط لا يمكن التقرب إليه. أما والله ألو تأذونك بالقاع أفرك في مزبلة العقيدة اللي عندك، أفرك أذونك في مزبلة الفساد اللي أنت قاعد تتبعه، والكذب والافتراء والتدليس. أنت تتبع عبد الرحمن الدمشقية، وروح تقول أنا متبع عبد الرحمن الدمشقية على أساس أنه هو اللي قال لي. إذا إمامك عبد الرحمن الدمشقية كذاب وهرب مني، وهو صحح رواية وفي الموقع أخفى اسم أسلم. هكذا علماء السوء، هكذا علماء الرذيلة، هكذا علماء دين الذي يبني في القاذورات، الدين اللي رسوله يقول واقف. شنو هذا الدين؟ الدين اللي رسوله مسحور. شنو هذا الدين؟ الدين الذي تدافع عن قتلة الزهراء، هذا دين قطة بالبحر، خلي السمك ياكلونه مع بن لادن. فتأدب مع أمير المؤمنين. هذا آخر مرة أقول لك تتأدب مع أمير المؤمنين، وهلا أطيح حظك. أنت روح شوف أئمتك. إذا إمامك عنده شيطان يعتري، تدري يعني شنو الشيطان يعتري؟ يعني فاسد، يعني فاسق. تدري شنو يعني له شيطان يعتري؟ يعني إنسان فاسق. هذا اللي الشيطان يعتري يعني يلعب في لعب. شنو هذا إنسان فاسق؟ أنت تتبع إنسان فاسق وتترك من قال فيه رسول الله علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. على أبو أنه جروه، مو نبي الله إبراهيم جروه، مو نبي الله يوسف أخذوه،
مو نبي الله زكريا جروه وقطعوه بالمشار، مو الأنبياء قتلوا، مو نبي الله موسى هرب. شنو هذه العقيدة الدين اللي من تعرف أنت في شيء؟ تفضل جاوبنا عن الروايات واترك عنك التهريج. تفضل. السلام عليكم. أنا ما أعرف، الحوار أخذ حيز آخر، يعني صار إلى التهجم، وأنا أرجو من الأخوة أن يعودوا إلى الهدوء رجاء. وإحنا ما نقبل الرموز أنه يتعرض لها من الطرفين، فماكو داعي فتح هذه الباب أخونا سفير الإسلام. إذا ممكن أنه ترجع إلى البحث العلمي وتترك هذه التهجمات اللي إحنا لا نريدها تبدأ منك ولا تنتهي عليك. فرجاء أخونا خليك في صلب الموضوع لكي يستمر الحوار. تفضل يا أخي. طب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعم العدالة في غرفة الغدير. بعد 10 دقايق من الأسلوب القذر من القدس طلع الأستاذ موسى. لا أخونا، احنا نبهنا عامة الأمر، لا سميناك ولا سمينا القدس، قلنا نريد الهدوء رجاء، قلنا نريد الهدوء. وأنت من بدأت، جيد، أنت من بدأت. وأما الوقت أنت قلت أنتم متفقين أنت والقدس كل واحد يأخذ معادل الوقت الثاني، ولذلك هذا أنت الذي نطقت به، عرفت؟ لا، في التنبيه لازم أنقط يعني، وإذا اقتضت ضرورة نطرد يعني، مو عبالك، لأنه احنا نريد حوار علمي ما نريد تهجم رجاء. فتفضل بدون تهجم. أهلا أستاذنا موسى، أنا ما ذكرت اسم علي بن أبي طالب أبدا، وارجع إلى التسجيل الآن. تمام؟ أنا لم أقول اسم علي بن أبي طالب أبدا، ولكن قلت بنفس اللفظ: لا أقبل أن يكون ديني فيه رجل ليس يستطيع أن يدافع عن عرضه. زين، أنا أريدك هسه تدافع عن عرض النبي، ما دام هالشكل تفضل. أولا هو ما قال هذا الكلام، ما قال هذا الكلام، وأنت تفضل الآن دافع عن عرض نبيك. يلا. أبوها يقول ماذا؟ انظر إلى هذه التي خانتك وفضحتني. لا أنقط، لا، هسه بعد عرض النبي أهم من كل الأعراض. تفضل، من قال هذا الكلام؟ يلا تفضل، من الذي قال هذا الكلام؟ انظر إلى هذه التي خانتك وفضحتني، من قال هذا الكلام؟ تفضل. لحظة سيدنا، بس خلنا أوضح نقطة. يعني حتى أنت على نفسك تكذب. الألباني كذبت عليه، وابن حجر كذبت عليه، والمنجد كذبت عليه، وما تستحي يعني، ما تقول والله أنا آسف كذبت. يعني أنت عندك الكذب الظاهر مستحل. أنت قلت أنا لا أتبع خروف يجر، أنا لا أتبع من يجر وبيستين هالكذاب اللي جملتين على بعض ما يقول صدق. ليش تكذب؟ حط التسجيل سيدنا، يقول أنا لم أذكر اسم أحد، قلت أنا لا أتبع رجل يجر كالخروف المخشوش. تفضل لا عطوه خليه يعرف أنه كذاب، ما قال عرض ولا غير عرض. كيف يكذبون؟ أنت الذي بدأت تريد أن تحاور على راسي. ثم علي بن أبي طالب دافع عن عرضه، ولكن عثمان سووا عجيزة زوجته ملعب كرة قدم. الله يبارك فيك. عثمان إمامك عثمان علي برضه، ولكن عثمان اللي سووا عجيزته ملعب كرة قدم. في كتبك مو في كتبي. اللي يعني أي تباهل، أنت إنسان أباهلك أصلا. نخلص الحوار بعدين أباهلك أن إمامك في نار جهنم في الدرك الأسفل. أباهلك تبعد أن إمامك في النار، بس أول نكمل إمامك شنو سووا بالسيدة الزهراء. لا ما أباهلك الآن، أكمل الحوار. سيدنا اتركوا العرض معر، بس حط له التسجيل اللي قال أنه أنا لا أتبع رجل يجر كالخروف المخشوش. والله قذرين، والله سفلة، والله منحطين هؤلاء الفكر الوهابي، والله أنجاس، والله نواصب. عندما يحاصرون وعندما نأتي بالأدلة وبكل أدب واحترام يأتون ويسيئون لعلي بن أبي طالب، يعرفون أنه إذا أساءوا لعلي بن أبي طالب يحترق قلبنا.
ولكن عده خطوتين إلا يطيح على وجهه. تفضل. لا فتحترم إمامنا الإمام علي عليه السلام. أنت إذا تتبع يزيد ومعاوية وأبو جهل وأبو سفيان وجدك إبراهيم الحبشي، هذا شيء راجع لك. أما تتعدى على أمير المؤمنين والله أعظامك أهشمة، قلت لك أعظامك أهشمة. فضل عيد حطوا له التسجيل حتى يعرفون السنة، حتى على نفسه يكذب. يا أخوان أول مرة أشوف واحد يكذب على نفسه، يقول بعدين يقول أنا ما قلت. تفضلوا خلوا سمعوه شنو قال، سمعوه حتى يعرف أنه ما قال عرض ما عرض. أخي إحنا قاعد نتكلم عن مظلومية الزهراء، تعال ناقشني. أكو خمس خيبر، أقرأ لك من كتبي وكتبك، والله مش حسيب السؤال، مش أعطيتك أدلة من كتبي أن هناك من قال أنه فيء اغتصبوه. يقول والله هو الشعر. من قال لك هذا شعر؟ أي حمار اللي يعلق، أي حمار زغل اللي ما يفتهم قال لك هذا شعر؟ أي حمار يطرش لك بالبرايفت قال لك هذا شعر؟ مثل ما أمس تقول لي أقول لك غلوم زار حسين الأرمني، تقول أيوة ده هو اللي ذكرت اسمه. أنا وين ذكرت غلوم زار حسين الأرمني؟ هذا خباز عندنا أصوب، خباز عندنا من يزد، سويته ما بس أنا بغيت أطالع جهلك، أوري الناس شنو جهلكم أنتم الوهابية. تكذبون علي تقول أنا قلت الأرميني. أي أرميني عمي؟ أكو عالم عندنا اسمه أرميني؟ أنا استهزئ فيك واستهزئ في جهلكم واستهزئ بهذه الأساليب اللي أنت تتلاعبون فيها. تفضل حط له التسجيل خل طالع شي يقول هذا أما تتعدى على علمانا أفرك أذونك في القاع، عرفت؟ أفرك أذونك في القاع. تفضل حطوا له خلي يعرف أنه كذاب. تفضل. السلام عليكم. أنا ما أعرف الوهابية ليش يثيرون التشنج لما يحاصرون، ما أعرف. أول الكذب من شيمتهم وكأنه علي بن أبي طالب حتى مو خليفة رابع عندهم.